أكتر 5 أبراج بتعاني دلوقتي، لو برجك منهم ركز للنهاية. الحوت حاسس إن الدنيا ضغط عليه، مش عارف يقرر أي حاجة، ممكن يكون في مشاكل عاطفية أو حيرة جواه بين رغباته وواقعه، وده بيخليه متوتر جدا الفترة دي. لو أنت حاسس بكده خد وقتك، حاول ترتب أفكارك وما تخليش الضغوط تتحكم فيك. الجوزاء حاسس إنه تايه بين اختيارات كتيرة، وده مضايقه نفسيا جدا. في قرارات مهمة محتاجة تفكير طويل، وممكن يكون في خلاف أو بعد عن شخص قريب مأثر عليه. نصيحتي ليك دلوقتي ركز على الأولويات، مش كل حاجة محتاجة تتعمل مرة واحدة. العقرب الحقائق بدأت تظهر حواليه، وبعض الأشخاص خيبوا ظنه، وده مأثر على مزاجه وحياته. ممكن يحس بالوحدة رغم وجود ناس حواليه. الفترة دي محتاجة صبر وتركيز على نفسه أكتر. لو أنت عقرب خلي بالك من اختياراتك، وما تديش ثقة لأي شخص بسهولة الفترة دي. الأسد المسؤوليات عليه كتيرة وأتقل من العادي، ضغط من الالتزامات والمواقف، بيحس إن كل حاجة عليه، وممكن يحس بالإحباط لو الأمور مش ماشية زي ما هو مخطط. نصيحتي ليك يا أسد خليك صبور ورتب أولوياتك خطوة خطوة. الفترة دي محتاجة منك تتحكم في نفسك وما تخليش الظروف تتحكم فيك. الثور حاسس إن الدنيا واقفة شوية وخططه اتأجلت، لكن الفترة دي فرصة إنه يثبت لنفسه إنه قادر يتغلب على كل العقبات. خد الأمور خطوة خطوة، ركز على اللي تقدر تعمله دلوقتي، وهتشوف الأمور بتتحرك لصالحك قريب. أما الدلو فدلوقتي حاسس إن الدنيا ضدك، كل حاجة كنت مخطط لها بتبوظ، كل فرصة كنت مستنيها ضاعت، وبعض الناس اللي كنت واثق فيهم خيبوا ظنك وخلعوا قلبك بالحزن. حاسس بالوحدة والإحباط كأنك واقف وسط ضباب مفيش طريق واضح. كل تعبك، كل انتظارك، كل دمعة صبرت عليها حاسس إنها ما اتقدرتش. كل برج من ال5 دول محتاج يركز على نفسه، يرتب أولوياته، وما يخليش الضغوط تتحكم فيه، لأن الفترة دي حاسمة لكل واحد منهم، وأي خطوة صح هتفرق جدا في حياته. اكتب برجك في التعليقات وقول لنا هل انت حاسس فعلا انك من الابراج اللي بتعاني الفترة دي، وما تنساش تشارك الفيديو مع حد بيعاني زيك.